معز المستضعفين ومذل الجبابرة والبلاعمة والصهاينة والمستكبرين، والصلاة والسلام على قائد المجاهدين سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه من دعا بدعوته يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم خفف على أهالينا في غزة وفي غزة وفي جميع أقطار الأرض من المؤمنين المظلومين المستضعفين. اللهم خفف عليهم، اللهم خفف عليهم، اللهم انصرهم على كل ظالم. بلى. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. وتعالى جل جلاله دمان هر دو آيات دا بها فرمان كي هر كي إنسانه إنسانه لما خدای تعالی بخیر و پنجیا و وی تجربینه او تشتكوجي بفضل خدايا قنجي ليدكي خدای تعالی قنجي ليدكي و بخوشبونه كدبيه ونعمه شي دبيجي خدای من بمركرم كي كي باودي ودبي خدای تعالی كرم بمركريا و افقدر جبون منا ونزانيك او جرباندنا او نزانيك جرباندنا او بيش قدر من هذه قلت لبلي دمك او انسان خداوي امتحان بك رزقي بيتانك بك او تشبجي بخداي من الرسوا كلمه معلوم خداي تعالى اياتها حتى هذا يجي ابنى راسه كلمه بل. فان قلت بما اتصل قوله فاما الانسان سؤال ابا ارتباط اما الانسان بما قبل ويرا شيء ارتباط ويشيا سيدنا الزمخشري براستيجي ارتباطك خوش ذكر بك قلت مرتبط متصل بتشي بقوله إن ربك لبالمرصاد، كأنه قيل إن الله لا يطلب من الإنسان إلا الطاعة والسعي للعاقبة. وقال تعالى شو تخوازي الإنساني طاعته وتخوازي والسعي فبك جبو شيء جبو آخرته وهو خداي تعالى جل جلاله مرصد شعب نيرين بك بتشي بالعقوبة للعاصي بالجزاء كما عاصي اللي خداي تعالى أب مقول خداي تعالى بيت خاطري إذا إنسان شبكي فأما الإنسان فلا يريد ذلك أو بيتشتي ناقاته أو تقطع مرصادتها خداي تعالى ناكي ولا يهمه إلا العاجلة بحث آخرة لا يدراوي تقوى لا يدراوي أو شد غازي أو العاجلة بزين الدنيا بزينة وما يلسه يكون لذة بديه وينعمه فيها. فكي سيدا بيجي وخلاصة الجواب أن الفاء في فأما الإنسان رابطة بين الكلامين ومؤذنة بالبون يعني بالبعد بين الامرين المتناقضين، يعني ان ربك لبالمرصاد او لنوالك هي واما الانسان جيت نوالك جديده فيها، وذلك انه تعالى يطلب من العباد الطاعه والعباده كم يطلبوا بيش واشترى جبريدو وهو الله تعالى بالمرصاد كالمترقب الذي لا ينفذ شيء من اعمال عباده. تشتكي إجبال شعبي إجبال علميوي قضى نابي يخاف يحاسبهم على النقير والفتيل والقطمير ويجازيهم عليها. تشتي بتشوف معلوم نقير قطمير فتيل أبهرسي تشتي أوا أبدا تشتي برميدانا يعني سيسكي برميدانا يعني يك أو وكي تيلكيا وكي أوكي يك قاشلي أويا يمشي قاشلي سيسكية يجي أو واليا سيسكية. المهم تشتي أم بتشوف على محاسبة مثلي بكي والإنسان غافل مولع بالتلقي لوا يعني هاتي خافاندين بلهو لعب لهو دنياي ومن الرئيس فنؤخر في الأمور العاجلة دنياي إذا إن أصابهم نصيب من الدنيا اطمأن إليه لوا يعني
اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه، يعني تشتكي الدنيا كجيره وري كيف يتم مقابله، وان جاوزه حظ منها بكفخيلي وري سليمي رجل وحدث عاجل به وبين وشك اذا يتبي على كتاب إجا بلي فإن قلت نقول قلت أو خلاص إجا يسال فإن قلت ودي سلام رئيس الشرطة جو سيدا لما شريعي فإن قلت دريش لي لا حسابك بلي إجا يتشكي بيجي سؤالك أما أسوأ جيد وشفاستي فإن قلت كيف توازن قوله فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه وقوله وأما إذا ما ابتلاه يتشوى موازنة بخنا بين بان أبد أمران يكفي أما الإنسان أب ذاته ذاته اسمه مع بعد أما اسم آتيه بحث ذاتك يمكن شخصك وإنسانك والمقابل ده وأما إذا ما ابتلاه وأما إذا ما ابتلاه ربه أو المقابل إيش زمانه دنجي بالتين أو سان ألو دنجي سينا دنجي تفشته دنجي نتين سينا من ميكروفون أو قرطبه دنجي نتين تمام المقابل إذا شيء يا أخي المقابل إنسان إذا زمان هي ظرفية هي السيرفيس وهذا كي وش تبي تبي فإن قلت كيف توازن قوله فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه وقوله وأما إذا ما ابتلاه وحق التوازن قابل الواقعان بعد أما وأما أما يبي شيء شبي بدوري قالك أما يدني كبي وجدي أو بي وري الغرة بي دتش أنا دمي صارت دمي سيدا المجري يكتب أما الإنسان فكفور قبل ذلك تشتكي وكي إنساني هذا مثلا شيء وأما الملك فشكور الإنسان هذا بشيء أما اسمك هذه مبتدأ هذه وأما الملك اسمك هذه مبتدأ هذه أما إذا أحسنت إلى زيد فهو محسن إليك وأما إذا أسيت إليه فهو محسن إليك مثلا شيء ظرف مقابل ظرفية أما إذا أحسنت مقابله إذا أحسنت شيئا إذا أسأت ظرفك جدا يعني تبي الجورة على في أبعده أنا جاب تبي أما يدي اسمك يديني تبي بيشيا أما يدي شيء اسم أني تبى أما يدي هذا اسم بيجي وده بيشيا بشتي أما يدي شيء بشتي وين ظرفك يعني في المقابل ده شيء ظرف بيني نفسه وتقرير السؤالي سيدا يدي بيجي بأن كلمة أما كلمة تفصيلية كلمة تفصيل ولا يجي إلا متعددا معلوم قالك سيدي لسان أمرك به أنه يا زيدتين ومن شرط مدخولها التوازن بين فقرتين والتقابل بينهم إذا فإن كان بعد الأولى اسما فالواجب بعد الثانية الاسم نحو قولك أما الكافر فكفور وأما المؤمن فشكور وإن كان الشرطان فشرطا أجل مع بعض أما أولى شرطيتك شرط بظرفك ولي ما بعد أما إسرائيل قال لك شرط نحو قولك أما إذا أحسنت إلى زيد فهو محسن إليك وأما إذا أسأت إليه فهو مسيء إليك تمام إليه حقك وأما الاسم بعد الأولى والشرط بعد الثانية يقول في ظاهر آيته فلا توازن بينهما كما في الآية وأجاب يبيجي نفسه قلت أم عولي نساء كشاف يقول بشامي قلت نبيجي تفصيلات يبدني قلت هما متوازنان من حيث إن التقدير من جهة متوازنين لولا تقدير كلامه فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه إلى آخره وأما هو يعني وأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه إلى آخره وذلك أن قوله فيقول ربي أكرمني وأما إذا ما ابتلاه ربه ونعمه فيقول ربه أكرمني أو تبيت شيء خبر مبتدأ الذي هو الإنسان لا خبر الإنسان فيقول أو هي آيات شيء ودخول الفاء سبب فيقول فاء تشبه لما في أمام مع شرط ما تحويل فدي شغله أما يعني أداة الشرطية يعني مبتدأ إذا الشرطية معنى شرطية هذه بخبر إذا فاء إذا الظرف المتوسط بين المبتدأ والخبر في تأخير في تقدير التأخير أو إذا ما ابتلاه يريد الظرف كما هي أو معنى ذا مؤخرا فأما الإنسان فيقول ربي أكرمني كان إذا إلى آخره كأنه قيل
فأما الإنسان فقائل فأما الإنسان فقائل ربي أكرمني كيكي مثل ما نقول إذا ما ابتلاه يعني وقت الابتلاء إذا قال الغرباء أمش بيجن فوجب أن يكون فيقول الثاني خبرا لمبتدأ واجب تغييره لمبتدأ واجب تغييره واجب حذفه نقول بيجن وأما إذا ما ابتلاه يعني وأما الإنسان إذا ما ابتلاه فقد عليه إلى آخره الحمد لله جلسة قلنا خلاصة كي تيجي بقول معنا خوش في الخيار على بيار بقول معنا ظاهر بيشوف لو أجاب أن الموازنة حاصلة لأن أما التفصيلية تقتضي أن يكون مدخولها مبتدأ وخبره مقيد بالفاء وإذا هنا ليست بشرط بل هي ظرف فيقول خبر مبتدئ نقول دخول الفاء لتضمن أما معنى الشرط وعلى هذا قوله وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه ينبغي أن يقدر مبتدأ المبتدأ تقدير وهو ضمير الإنسان وإليه الإشارة بقوله زمخشري فوجب أن يكون فيقول الثاني خبر مبتدأ واجب تقديره ما فهم كده يعني وجب بيشيشي ما أقول سؤال يؤوى توازن يتوازن بين ودنا بينه يقول ظاهرا توازن تنا لأن شايف أم وجي المبتدأ كي تقدير بكمشتي أما يعني هذا شاذها وأما إذا ما ابتلاه ربه وظرفه جملة باشية فقدر عليه لبي ظرفه جملة داوية تأخير ظرفه جملة داوية نبجة إذا شرطية بيجي إذا ظرفية هذا واحد ومبتدا مقدر ك مبتدا تقدير بك وشوا فيقول ربي أكرمني خبري والإنسان به فقدر عليه رزقه شي خبري هو مقدر به ويشغل توازن تميتاني وش دي سؤالك دي بكيجا فإن قلت كيف سمى كلا الأمرين من بسط الرزق فأكرمه ونعمه نابدانه إذا ابتلاه وكيف تقديره وإذا ابتلاه فقدر عليه رزقه معهم تقدير مش ممكن القراءة قدر جهة قدر تقدير يعني تقدير هو معناه ومن تقديره ابتلاء النبي جداني قدش وما إذا ابتلاه فقدر نبي هذا جداني تقدير يعني عفوا نبي هذا جداني ابتلاء بسط رزق ابتلاه وقدر رزق ابتلاه لأن كل واحد منهما يختار للعبد هذا تجري امتحان فإذا بسط له يعني إذا بسط له في الرزق نوزع الرزق في فرح به فقد اختبر حاله امتحانك أيشكر على هذا البسط على هذا الوسع على هذا الرزق الواسع قالوا إيه شكر بك أو يكفر وإذا قدر عليه إذا ضيق عليه يعني يكون رزقه بطنكرين إذا فقد اختبر حاله آتية تجربة كرين أيصبر أم يجزع قالوا إيه صبر بك يعني إيه دي صبر بك وعصيان بك وعاجز بك وجزع نشان بده إن خاف الحكمة فيه ما واحد حكمة جداينا زيد مالي زيدجي أو ابتلايا وحكمة جي تضييق رزقي يمكن رزقيجي ديسا أو ابتلاء ونحو قوله تعالى وكي نظير به آياته وتعالى جد بجي ونبلوكم بالشر والخير فتنة أمي وامتحان بكن جبوكوا أم بتجربينين الهمبر شر ده والهمبر خير ده يعني الشر جي نشاني وبكن وامي خير جي نشاني أمي رزقي وجه طنق بكن وأمي رزقي وجه فراتكن قالوا هنا شوام معاملة بكن امتحانا ونبلوكم بالشر والخير نبلوكم فتنة مفعول مطلق نبلوكم ايش غير لفظي نبلوكم فتنة وتخيل محمد الله قبيلة قاعدة جلوسان سيدا سيدا بلى واشترى شيطان هنا تخيل محمد الله هو اللي يخلي تجريدك تخيل تيدا صح بشر بلى فإن تبدأ سؤالك ديتي خوش ليس سؤالك دي في سيدا الزمخشري فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه نوى فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني نظيري ودد به وأما إذا ابتلاه
أما إذا ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني. نابج فأهانه. نوع أكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني. درجة القرشي قلت وأما إذا ما ابتلاه فأهانه وقدر عليه رزقه فيقول ربي بلي قلت فأهانه وضيق عليه رزقه فيقول ربي أهانه. يعني قلت تشتكي يوسف ظاهرا تشتكي يوسف ديخ بستين جنبي. فإن قلت هلا قال فأهانه وقدر عليه رزقه كما قال فأكرمه ونعمه. يعني وجه التوافق بين القيمتين أن يقال فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ابتلاه ربه فأهانه وقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. فلما ترك مردوفا قدر عليه رزقه وهو أهانه. أم عولي السيدة إذا ما شيء كوين مش أمر النساء بديش كوين شكو تيبي خوش كيرو. قلت بلأن البسط إكرام من الله لعبده بإنعامه عليه متفضلا من غير سابقته. بفرق هردوا سعفا. يعني فرق داينة ونداينة هي. داينة ده إكرام هي، لدنا داينة ده إهانتنا. نوسا داينة ده بس إكبر باته تقدري تقول أنت إكرام هاي قلتيا. يعني لبليك تجبر قدر تخنجيك بتيجي سينكي هاي بود التخرابي بيكريا تنكريا. نوسا لأن البسط إكرام من الله لعبده بإنعامه عليه متفضلا فضل لسريدك ومن غير سابقة بسببك كتربازه لبلي. وأما التقدير لبلي تضييقات درس قيدا فليس بإهانة له، لأن الإخلال بالتفضل لا يكون إهانة. عدم تفضل يمكن فضله ده إن ذكرنا فضله نتحقيره نحقرته إهانة. أنجح مسكر جربيجن ولكن تركا للكرامة. أم كربيجن كرامتنا هاتيكرن تركا كرامتها هاتيكرن. وقد يكون المولى مكرما لعبده ومهينا له وغير مكرم ولا مهين. نبس إكرام إهانة لنا جار رأيجال قابل إكرام إهانته عدم الإكرام وعدم الإهانة هيا. الدقي صلاة شديله بيشري سيد الباما هنوك أبو عشاء بنجرجي بكري قوم بالجهاز بقل أو جرجي قد تشيكي بل هنك تيمونو صدق باش بلي. وأما بلي قلت وإذا لك زيد هدية بلي لأن البسط إكرام من الله لعبده بإنعامه عليه متفضل من غير سابقته. وأما التقدير فليس بإهانة له، لأن الإخلال بالتفضل لا يكون إهانة ولكن ترك الكرامة. وقد يكون المولى مكرما لعبده ومهينا له. أبدو أنا قبلها بجانجي غير مكرم ولا مهين. وإذا أهدى إليك زيد هدية تبجد قلت أكرمني بالهدية، أما ولا تقول أهانني ولا أكرمني إذا لم يهدي لك. يقول تشتكي ندي هذا هدية ندي ده بنقدر بيجي لم يكرمني يعني شيء أهانني بتشتي لا بيجي وش بلي. وخلاصة الجواب أن سعة الرزق إن عد إكراما لكن تضييقه ليس بإهانته. إجا تشكيلي بجد وقلت الأمر عند العارفين والمحققين بالعكس. قال الزجاج هذا يعنى به الكافر، تكون الكرامة والهوان عنده بكثرة حظوظ الدنيا وقلته. وصفة المؤمن أن الإكرام عنده توفيق الله إلى ما يؤديه إلى حظ الآخرة. فإذا التقدير ما ذكره محيي السنة فأما الإنسان به إذا ما ابتلاه ربه بالنعمة فأكرمه بالمال ووسع عليه فيقول أو إنسان مؤمن نوسع ربي أكرمني بما أعطاني. وأما إذا ما ابتلاه بالفقر
فقدر عليه رزقه أي أعطاه ما يكفيه أو ضيق عليه فيقول ربي أذلني بالفقر. ويعضده ما رويناه عن سيد الخلق أنه قال عرض علي ربي بطحاء مكة ذهبا فقلت لا يا ربي أشبع يوما وأجوع يوما فإذا جعت تضرعت إليك وإذا شبعت حمدتك وشكرتك. إلى آخره. فإن قلت فقد قال أكرمه نوسى. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه إذا فصحح إكرامه وأثبته ثم أنكر قوله ربي أكرمني. شيء بيجي كلا كلا يعني أو قلتنا قلتي ربي أكرمني هي إبطال بك أنكر وزمه يعني عبد الداني دار بي أكرمتي نداني دار بي أهانتي يعني فدا حتى هرجي إبطال بك. فإن قلت فقد قال فأكرمه حبك الدبورة بيدي هذا صحح إكرامه هذا إكرام هيا وأثبته بيشتري بيجي كلا يعني أفردو جينا راستن تمكي أو إكرام وزم إراكي كما أنكر أهانه وزم وأهانني وزم عليه شوكو ربي أهانني جي بإبطال كرن أو ربي أكرمني جي بإبطال كرن نحو إكرام جي بروبلم دي جيبو. قلت فيه جوابان أحدهما أنه إنما أنكر قوله ربي أكرمني وذمه عليه نكو جبو أصل إكرامية ليجبو قصده وغلطه لأنه قاله على قصد يعني سنيتك خلاف ما صححه الله عليه وأثبته يعني راسته وقال إكرام بكرية أو إكرام دمادت بينه نوسا وهو قصده إلى أن الله أعطاه ما أعطاه إكراما له مستحقا مستوجبا على عادة افتخارهم وجلالة أقدارهم عنده. أو لو أو الباوي دبي بيقول على شو أبشتي دايمين شو أز مستحقين وواجبا سر بداية جملة وكي عادة عربة وتشذكرن افتخارهم وجلالة أقدارهم عندهم يعني القرى مال وفراهية مالوان شذكرن افتخار ذكرن وتقول نخوات على دايما يعني حتى نقول شكون لايق له ماخذه بإنما أوتيته على علم من عندي يعني لايق له ماخذ عارف كيف نظام الإمكان يعني شكون أز مستحق وأز لايق شكون نورمال يعني كله نورمال أغني يدغلته نكو داينا مال إكرامه نوسا داينا مال راسله إكرامه ببلي ببين يتغلته لولا إنما جواب اعتقاد وابوزه اعتقاد بوزه لولا إنما أعطاه الله على وجه التفضل من غير استيجاب منه له نكو واجبك بداية جيرة ولا سابقة ونجو سببك هيك هبه مقدم بويا أو بيا سبب لبين يعني ميري خنجيكي كريوكي خدين مجبورة لا نعمة سابقة مما لا يعتد الله إلا به يعني أبتشتكي يصدر باز نبويا وشيا وهو التقوى وإنما أعطاه الله على وجه التفضل من غير استيجاب منه له واجبنا كريا ولا سابقة مما لا يعتد الله إلا به وشيا وهو التقوى دون الأنساب والأحساب التي كانوا يفتخرون بها ويرون استحقاق الكرامة من أجلها نجمنا وأن نسب حسب وان افتخار بيدكرن دوسا فخر خط بيدكرن وتقول كرامات جمرة أو كرامات جي مستحقين جبوان أنساب أحسابا. والثاني أن ينساق الإنكار والذم إلى قوله ربي أهانا يعني أن يقول بمعنى أو ألا يبرر قدره آيات ماشية والثاني يقول معنى الدعاء أن ينساق الإنكار الآيات فايدة وريا بكلا أو إبطال أو إنكار آيات أو إنكار شرط وتعالى والذنب شما بريد إلى قول ربي أهانني الثاني
يعني أنه إذا تفضل عليه بالخير وأكرم به اعترف بفضل الله وإكرامه الذي ظهرناك. أما إذا لم يتفضل عليه سمي ترك التفضل هوانا لبدء وليس بهوان. يعني القربة معناه يعني أما الإنسان إذا ما تلو ربه فأكرم معه فيقول ربي أكرمني أو بروبلم تدتنا أو لا يقال كرن يقول تقال كرن كي جانا أو أقول ضيقة رزقي فانقاهيا الرزقي لو فقدر عليه رزقه فيقول ربي أبني خد بيتني أبني خد قسم الدوات ثانية بل ويعدد هذا الوجه ذكر الإكرام في قول فأكرم مش خد بأم معنى يجي أم تكارب بمعنى التأييد دكي تتبري يقول ويا فأكرمه حتى جواب شنو بيضاي لتبري بمعنى أبى فأكرمه قلتيا شو أوجي معناه قبول كريا الله تعالى أو يجي قلتيا فيقول ربي أكرمني يعني لما كنت ظهرت في مسألة التنا يعني أن الله تعالى أثبت له الإكرام في قول أكرمني فلا يكون منكرا ولم تثبت له الإهانة ولم يقل فأهانه يعني فيكون قول ربي أهانني تاني منكرا أو ربي أهانني أفاشي أو تاني أو تاني بلى أو خلاص ما فقدر عليه وقرئ فقدر بالتخفيف وقرئ قدر عليه بالتشديد فرد القراءة هاتنا معلوم هي متوى يعني رواية حفص ورش تمام قدر عليه يعني لرواية ابن عامر تاني بالتشديد أو يقول فقدر عليه رزقه أو قراءة أو تاني قراءة أبو عامر وحجة قراءة أبي عامر أنه لما تقدم ذكر الإنسان ويراد به الجنس والكسرة أنا وتشكيلها بلى وأكرمني وأهانني أبيها قرئات أتنفذ بسكون النون في الوقت يقول ربي أكرمن ويقول ربي أهانا وجهي أمي بسكون بخوينا الحالة وقفته في أن ترك الياء في الدرج مكتفيا منها بالكسرة أثناء درجة أجر أو قراءات بشكل مهم ربي أكرمني وأما أجركم شونا يا إيدا أم بكتاب كسرة بكين كسرة بكين أمد وقفته بيجن ربي أكرمن ببليه أجر Evet, hangi seyirler şu? لا دي أمي بيجي إن شاء الله قرئ أكرمن وأهانا بسكون النون في الوقف لمن ترك الياء في الدرج مكتفيا بها بالكسرة طب الغربة نحو أو كسر يثبت الياء في حالة درجي بحال وقفة شيء بسايات ثابت الدمينة بل وأستودعكم الله تعالى والسلام عليكم جزاكم الله خيرا وذكر والمصنك اللهم نفس الشعور